صباح الخير، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بيتكلم عن تفاصيل الإيجار في دبي، وتحديدا في بورد دبي في منطقة اسمها عود ميثا. تعالوا نتفرج على الشقة واقول لكم التفاصيل في الآخر. الشقة مكونة من 2 غرفة و2 تواليت، ودي ميزة كويسة قوي عشان لو أسرة كبيرة مأجرة بيبقى فيه أوضة بالتواليت بتاعها مقفول، بلس الليفينج اللي بره بالتواليت بتاعه، فيكون الإقامة فيها مريحة وكل واحد يعتبر قاعد في غرفة منفصلة. ده الليفينج. دي أوضة النوم الماستر، أوضة نوم بالتواليت. الشقة مساحة مش كبيرة خالص، بس متقسمة كويس زي ما قلت لكم. وده الفيو، المنطقة اسمها عود ميثا. الشقة بتطل على ملاعب النادي، نادي النصر والنادي المصري وأكاديمية كليوباترا للسباحة. الفيو بتاعها مفتوح زي ما انتوا شايفين. هقول لكم برضو في اخر الفيديو متوسط الايجارات في المنطقة دي ايه، وايه ميزة وعيب الشقة الصغيرة دي. ده فيو الليفينج. متوسط الإيجار في منطقة عود ميثا من 80,000 ل 110,000 درهم سنويا. ميزة الشقة زي ما قلت تقسيمتها، مع ان مساحتها مش كبيرة بس تقسيمتها كويسة، بلس اللي فيه الجيم في العمارة وفيه بيسين الأولاد يقدروا ينزلوا يلعبوا فيه بأمان، وقربها من مستشفى. ومن عيوب الشقة ان هي بتطل على النوادي والملاعب زي ما شفنا مع بعض، وده بيخلي الدنيا دوشة معظم الوقت. ده بالنسبة لي العيب الوحيد اللي شفته. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. هنزل بقية الفيديوهات على القناة بتجربتي كلها في دبي، بالفسح بالتفاصيل بالاسعار بكل حاجة. استنوا بقية الفيديوهات. باي باي.